السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله راح ندير لكم كيك اقتصادي بزوج حبات تاع البيض. راح نديروه بالذوق تاع الفراولة والشوكولا، يعني البنة ديالو تجي بزاف هايله. تقدروا تعوضوا الذوق تاع الفراوله بالمشمش ولا بالمربى تاع الكابويا ولا المربى تاع البرتقال، لكن كل ما تبدلوا في النوع تاع المربى يتبدل الذوق تاع الكيك. وتقدروا تعوضوا المربى تاع الفراوله المنزلي بالكيس تاع العسل ولا الكاس تاع الدبس تاع التمر ولا تاع التين، يعطيكم تقريبا نفس الذوق. عندنا زوج حبات تاع البيض، عطر الشوكولا، ثلث كاس تاع كاكاو، عندنا 4 كاس تاع الزيت، كاس حليب زايد مغرف كبيره تاع الخل او مغرف كبيره تاع الليمون او كاس تاع البن او رايب او ياغورت، كامل عباره عن مواد دسمه وخمائر طبيعيه ومحسنات للكيكات. عندنا ثلث كاس تاع السكر بني، تقدروا تعوضوه بالابيض. عندنا كاس مربى الفراوله المنزلي يكون مرحي، يعطينا طراوه خفه للكيك، لكن الحلاوه ديالو تنقص بعد الطياب. على هذه نزيدوا شويه تاع السكر. الفرينه انا تخلي زوج كيسان فرينه بيضاء، الكاس يرفد 180 مليلتر، يعني نفس الكاس اللي كيلت به كامل مقادير هو يعني نفسه اللي نكيل به الفرينه. هنا دوك اول حاجه بسم الله نحط زوج حبات على البيض، نضيف عليهم الزيت، الحليب والخل ولا الليمون، نضيف عليه السكر ونضيف عليه المربى تاع الفراوله يكون يعني مرحي ومصفي، ولا مربى العنب يكون تاني مصفي، مربى التين، المربى اللي حبيتو ديروه تقدروا تدخلوه كامل. بعد الطياب يعطوكم واحد الذوق مايل للكراميل ولا الذوق تاع الغيغليز. هنا دوكا نضيف العطر تاع الشوكولا، تقدروا تعوضوه بالعطر تاع البندق ولا العطر تاع الفانيلا اللي حبيتو تقدروا ديروه، يعني المقادير الاساسيه نعطيهم لكم وانتم تعوضوا لداخل واش راكم حابين. عندنا زوج اكياس تاع خميره كيميائيه، وزن الكيس هو 10 غرام، لازم يكونوا مغربلين. الكاكاو تاني لازم يتغربل، الفرينه نفس الشيء، يعني كامل المواد الجافه لازم نغربلوهم هكذا، نفتحوا هذوك الكويرات للداخل، في نفس الوقت نتاكدوا باللي ما فيهم حتى شوائب لداخل. الخميرة الكيميائية يعني للمبتدئات جامي نضيفوها على المواد السائلة، دائما نضيفوها في وسط المواد الجافة، معناها نغربلوها مع الفرينة ولا مع الكاكاو، المهم ما نضيفوهاش هكذاك وحدها على السوائل، لانه راح تعمل كويرات، وهذوك الكويرات ما راحيش يتفتحوا في الخليط من بعد طياب كي يطيحوا هكذا في الفم راحين يعطوا حموضة. هنا دوك نخلط كامل مقادير كيف. اذا عندكم مثلا بغا ميكسور ولا البول تاع الطاس تقدروا تحطوا كامل مقادير كيف يعني وتخلطوا كلش كيف بالروبو ديالكم، هكذا تضمنوا المزيج ديالكم يكون خفيف كتر وكتر. كمية الفرينة تختلف على حسب النوعية ديالها، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش، وتختلف على حسب حجم البيض. انا استعملت زوج حبات صغيورين. اذا كان عندكم البيض كبير تقدروا تستعملوا حبه واحده تكفي. الخليط ديالنا لازم يكون ثقيل شويه لانه راهو فيه لداخل مربى، معناها رايح يعطي له طراوه بعد الطياب، يعني ما نخافوش اذا كان الخليط ديالنا ثقيل. تقدروا في وسط الفرينه تنقصوا يعني شويه من الفرينه البيضاء، تعوضوها مثلا بالشوفان يكون مرحي، شويه تاع الذره تكون مرحيه، يعني الفرينه تاع الجبار. تقدروا تعوضوا تاني شويه تاع نخاله تاع فرينه القمح الكامل تكون مرحيه، يعني النخاله الخشينه. تقدروا تعوضوا يعني اللي راكم حابين. هنا دوك بعد ما دهنت المول ديالي نفرغ الخليط. المول هذا يعني الابعاد ديالو يعني راهو كبير، تقدروا عوض ما ديروا في مول هكذا كبير ديروا في مول صغير، لكن لازم يكون عريض هكذا باش كي يطلع لكم ما رايحش يفيض.
دائما المول ديالكم تعمروا يعني تخلوا حوالي الثلث تاع الارتفاع يكون فارغ هكذا باش كي يخمر الكيك ديالكم في الكوشه ما رايحش يفيض. ندخلوا فرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجه حوالي 30 دقيقه. هذا الكيك اللي درته معكم اليوم، يعني المول كبير، وهذا درته نهار واحد اخر درت زوج يعني مول تاع كيك يكونوا صغار، عطاوني الحجم تاع الكيك طالع اكثر من هذاك الاول اللي نديروه كبير. يعني الابعاد تاع المول انتم تتحكموا فيهم، يا اما ديروا الخليطه ديالكم في مول يكون كبير تتحصلوا على كيك واحد يكون طويل لكن الارتفاع ديالو ما يكونش طالع بزاف. لكن اذا استعملتوا زوج مول تاع كيك يكونوا متوسطين ويكونوا عراض شويه تتحصلوا على زوج كيك الارتفاع ديالهم يكون طالع والعرض ديالهم يكون عريض لكن الطول ديالهم يكون قصير شويه. يعني تقدروا تاكلوا واحد في نفس اليوم والثاني تخلوه يبرد من بعد دخلوه للمجمد يعني وقت ما راكم حابين تجبدوه، ولا تقدروا تحتفظوا به يعني في الثلاجه من تحت حوالي اسبوع يكون مغلف يعني في بلاستيك غذائي. هنا دوكا نزينوا الكيكه ديالنا بشويه تاع الشوكولا ولا ندردروا عليه شويه تاع السكر مسحوق. التزيين انتم تتحكموا فيه. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، ان شاء الله تجربوا الوصفه وتبعتوا لي التطبيقات. ما تنسونيش الجيم والبارطاج والتعليق الشباب والمشاهده الكامله. تلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل باذن الله.